عجب العجاب. أنا مشهد واحد بس أنا قلت لكم قبل كده، بس كل ما بتذكر بيهزني من أعماقي. رجل يمني، وأهل اليمن أهل إيمان وأهل رقة وأهل حكمة، كما بينت قبل ذلك في محاضرة كاملة. أنا داخل الحرم وماشي عادي متجه إلى الكعبة، ولفت نظري من ناحية اليمين هذا الرجل الكبير بلحيته البيضاء الجميلة وبوجهه المنير المشرق وبكيفية دعائه، رافع إيديه بالكيفية دي، يعني كأنه يعني لو كان ثوبه مظهرا لأظهر إبطيه. مش عاوز أقول بياض إبطيه لأني لا أعلم، إنما البياض هذا خاص بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني رافع إيديه وبيتضرع إلى الله بطريقة، عمال يقوم كل شوية وهو جالس كأنه يعني طريقة مناجاة تخلع القلب. فأنا بعد ما خطوت رجعت تاني، قلت لا ده ما يسبش. والله أنا لي أمر كده معلش، يعني تقول الشيخ الدروش ما يجرش حاجة ما يجرش حاجة. أنا في الحج أشوف واحدة ست شايلة أمها، رأيت بعلمي واحدة ست شايلة أمها والله يا أخوانا على كتفها من عرفة، من عرفات شايلاها ومشي راحة مزدلفة، نزل على مزدلفة. أنا راكب في الأتوبيس المكيف، شفت المشهد ده ما قدرتش، كاد قلبي أن ينخلع. قلت أبدا والله ما سيبها، ها هنا تتنزل رحمة الملك. امسك بقى، امشي هنا، جايز تصب برحمة، احنا نتفزلك هنا. الرحمة دي صورة من صور البر اللي أنا كرجل ما أقدرش عليها، ما أقدرش أعملها. نزلت قلت والله ما سيبها أبدا، والله ما سيبها. فضلت ماشي حاطط راسي في الطين وراها، أقول يا رب يا رب إن رحمتها وأمها فلا تحرمني من رحمتك معه. يا رب مع دول مش ممكن، دول ما يبقوش أهل للرحمة، مستحيل مستحيل. فأنت خليك انكسر لله. شوف مشهد زي ده ما تسيبوش، تعملش بقى فهنا ده أنا العالم الفلاني وأنا أبو العريف الفلاني. لا، ما تعرفش أنت هترحم بإيه، والله ما تعرف إيه العمل اللي هترحم به. اللهم ارزقنا الذل إليك والانكسار بين يديك. كل الطرق إلى الله مزدحمة. إيه اللي جابنا هنا؟ ما أعرفش والله ما أعرف. أي طريق ستسلكه إلى الله حبيبي في الله ستراه مزدحما بالسالكين. هتسلك طريق الموحدين، ما أكثر الموحدين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هتسلك طريق المصلين، ما أكثر المصلين. هتسلك طريق المنفقين، ما أكثر المنفقين. هتسلك طريق القائمين بالليل، ما أكثرهم في أمة سيد المرسلين. هتسلك طريق الدعاة إلى الله والدعوة، ما أكثر الدعوة، ما أكثر الدعاء. أي طريق تسلكه إلى الله ستراه مزدحما وستراه مكتظا بالسالكين، مع أن الطرق قد تطول، لكن اعلم أن طريقا يقربك إلى الله من أقصر الطرق مع قلة السالكين، مع قلة السالكين. يا ترى هل تعرف هذا الطريق؟ إنه طريق الانكسار بين يدي الله. تنكسر، تنكسر كيف؟ تزل أنفك، تحطها تحت النعل، تحط مناخيرك تحت النعل، دوس عليها كل يوم 100 مرة بالحذاء. كل ما نفسك تيجي تكلميني أنا، تكلميني، ما أنا عارف نفسي كويس. أنت بتقولي لي إن أنا شيخ، ما أنا عارف نفسي إن أنا من أجهل الخلق. تكلميني بإن أنا راجل صالح، ما أنا عارف نفسي إن أنا طالح، أنا مقصر في حق ربي. كل ما تيجي تكلمك تحطها تحت النعل، معلش سامحني، تنكسر. اوعى تحدثك نفسك بانك حاجه، انت ولا حاجه، انا ولا حاجه، انا ولا حاجه وانت ولا حاجه. اما تعرض نفسك واعرض انا نفسي على حال السلف، يبقى ان لم يرحمنا ربنا لهلكنا. فخلي بالك حبيبي، وبلاش النفخه الكدابه اللي احنا فيها دي. المهم تعالوا نرجع للانكسار. ربنا يرزقنا الصدق ويرزقنا التواضع ويرزقنا الاخلاص، انه ولي ذلك والقادر عليه.
لقيت الراجل سبحان الله حالة دعاء غريبة، هزيت رجعت، مش عاوز أقطع عليه مناجاته لربه، لا أريد أن أقطع هذه المناجاة الرائعة، أبقاش فقيه ولا أبقى حكيم ولا أبقى يعني خلاص الراجل له حال مع الله دعه، لكن أنا عاوز أتعلم، عاوز أستفيد. وما أعظم الدروس العملية التي تتعلمها من الصادقين من أمة سيد النبيين. فجلست إلى يمينه بالخلف منه حتى لا أشغله، وتركته وظلت أنظر إليه. أقول لحضرتك يعني تدعي 10 دقايق ماشي، طب ربع ساعة، طب نص ساعة، طب ساعة إلا ربع. الراجل مش عاوز ينزل إيده، ودعاء وبكاء وإلحاح في الدعاء غريب. وبعدين سبحان الله لفت نظري رجل نفس الحركة، سعودي داخل الحرم، وبعد خطوات لفت نظره أيضا هذا الرجل فرجع وبض وقف كده وقعد يراقب وينظر إليه، وفي الآخر مد إيده أخرج مبلغا كبيرا جدا من المال وألقاه في حجر الرجل وانصرف. الرجل لم يلتفت وظل في دعائه. ما أعرفش هل هو شعر بالمال أم لم يشعر، لا أدري والله، وأنا جالس أراقب الموقف باهتمام شديد. وبعدين فجأة الرجل نظر وجد المال فابتسم، ما مسش المال، رفع راسه تاني للسماء وظل يدعو الله عز وجل وقتا طويلا، وبعدين رجع عد الفلوس وبكى وقعد يدعو تاني. كل ده وانا متابع بس في حالة صعبة من البكاء. وبعد ما خلص وهدأ وحط المال في جيبه قمت رايح له سلم عليه وبيس راسه، قلت له أسألك بالله قل لي انت كنت بتقول ايه وايه الموضوع؟ قال له انت مالك؟ قلت له انا عارف ان السؤال رخم بس والله تقول لي. فشافني يعني عاوز اعرض بصدق، فنظر الي كده وقال لي يعني عانقني اجلس، ما يعرفنيش، وباختصار شديد قوي قال لي والله يا ابني، والله يا ابني ما كان يعرف كربي إلا هو، والله يا ابني ما كان يعرف كربي إلا هو، واللي أنا جاي له بيته عشانه وطلبت منه جل وعلا اداني قده مرتين، ما سمدش ايده لحد للملك، قال لي والله يا ابني مرتين، ما قالش بقى الرقم خلاص، ناقص تقول له كانوا كام، كنت عاوز كام وجاب لك كام، لا خلاص. فأنا عاوز أقول لك إن صدقت الملك صدقك. أنا راجل عاصي ماشي، ما أنا زي حالاتك، مذنب عاصي زيك، بس ربك جل وعلا أكرم وأجل من أن تسأله بصدق وأن يردك خائبا صفر اليدين. إن الله تعالى حيي، الله أكبر، حيي كريم يستحيي جل جلاله، لا تعطل ولا تشبه ولا تمثل ولا تكيف، يستحيي أن يمد الرجل إليه يديه وأن يردهما صفرا خائبتين أبدا أبدا.